تخيل معايا كده انك قاعد في يوم من الايام سايق عربيتك دايس بنزين، سامع صوت الانجن، وفجاه يجيلك الخبر الصادم: خلاص مفيش عربيات بنزين تاني. يعني ايه مفيش عربيات بنزين تاني؟ ليه فجاه العالم كله قرر ان هو يقلب الصفحه ويبدا من جديد؟ احنا مش ضد التطور، بالعكس التكنولوجيا بتتقدم واحنا بنحب الجديد، لكن السؤال هنا هو ليه كل حاجه لازم تختفي مره واحده؟ ليه كل حاجه لازم تبقى كهرباء؟ ما ينفعش التطور يمشي جنبا الى جنب كده مع كل اللي موجود. فجاه لقينا في قوانين نزلت والدول قررت انها تمنع بيع العربيات البنزين السنين الجايه، وبقينا مضطرين ان احنا نمشي مع التيار غصب عننا. وزي ما في دول كتير قوي في اوروبا قررت انها من اول 2035 ما يبقاش في عربيات جديده بنزين تتباع. طب ليه؟ ما احنا عندنا حلول وسط، زي مثلا الوقود الصناعي اللي بورشا وارامكو بيطوروه دلوقتي. ده بيخلي العربيات البنزين تشتغل من غير اي انبعاثات تقريبا، وده معناه ان المشكله مش في البنزين نفسه. طب المشكله في مين اللي عايز يمنع الكلام ده كله؟ وحتى الشركات نفسها بقت بتتحايل على القوانين. يعني مثلا تيجي تبص على عربيات بنزين مكتوب عليها في الورق انها 500 هورس باور، بس لما تيجي تحط العربيه دي على الداينو تلاقيها 600 هورس باور او اكتر. كل ده عشان الشركات تعدي بالعافيه من القوانين اللي الدول دي نزلتها. يعني حتى اللي لسه بينزل بنزين بيضطر بالعافيه كده ان هو يزق العربيه عشان تعدي. ده غير ان في شركات كتير زي بورشا بدات ان هي تدخل الوقود الصناعي اللي ممكن يخلي العربيه البنزين قانونيه عادي بس من غير اي تلوث في الجو زي الكلام اللي بيقولوه. لكن ليه ما حدش بيمشي في الاتجاه ده؟ يعني ليه ما فيش شركات كتير بتبتدي ان هي تمشي في الاتجاه ده زي ما بورشا عملت؟ هل الموضوع فعلا عشان البيئه ولا عشان في ناس عايزه تتحكم في السوق بالكامل؟ يا شباب في حاجات في الدنيا ليها احساس معين مش بس الارقام. يعني لما تيجي تدوس بنزين مثلا في عربيه V8 او V10 او حتى V12 وتسمع صوت الانجن، ده مش مجرد بيرفورمانس ومش مجرد اكسلريشن، دي تجربه بجد، دي متعه بتوصل لروحك. طب العربيات الكهرباء سريعه لكن فين الاحساس؟ فين المتعه اللي بتحسها كل ما تدي غيار؟ فين صوت الكراكلز اللي بتطلع من الشكمان؟ العربيات الكهرباء عامله زي ما يكون انك بتلعب بلاي ستيشن مثلا، سريعه ما بننكرش بس من غير روح. طب هل السرعه دي هي اللي بتحدد المتعه ولا الموضوع اعقد من كده؟ طب ايه رايكم في موضوع ان اغلب الناس بتحب تعدل العربيات؟ طب هل ينفع ان احنا نجيب عربيه كهرباء ليها شخصيه كده ونعدلها ويبقى لها شخصيه مختلفه عن بقيه العربيات الكهرباء، ولا كلهم هيبقى نسخه طبق الاصل من بعض؟ اكيد هيبقى نسخه طبق الاصل. لو جبت مثلا تسلا موديل اكس عدلت فيها، اكيد مش هنعدل البرفورمانس، هنعدل مثلا الاكستيريور ديزاين، هتعدل فيه اي حاجه. وجبت نفس العربيه مثلا او عربيه تانية تسلا موديل واي وعدلتها بتعديل تاني خالص، هل هيبقى دي ليها شكل ودي لها شكل خالص؟ الاتنين تحسهم شخصيه واحده. بيقولوا ان الكهرباء صديقه للبيئه، بس هل ده حقيقي؟ بص تعال نحسبها بالعقل. البطاريات اللي بيستخدموها في العربيات الكهرباء معموله من مواد كتير، زي مثلا على سبيل المثال ماده اسمها الليثيوم، وماده زي دي او مواد تانية اللي مستخدمينها علشان تستخرج بيتعمل منها عمليات تعديل ضخمه بتدمر البيئه وبتستهلك طاقه مهوله. غير ان العربيات الكهرباء نفسها في دول كتير بتتولد من الفحم والغاز الطبيعي. يعني في الاخر انت بتنقل التلوث من العربيه للباور ستيشن. طب فين الحفاظ على البيئه بقى؟ ده غير ان البطاريات ليها عمر افتراضي وبعد كام سنه لازم تتغير وسعرها غالي جدا طبعا. يبقى هل فعلا احنا رايحين لحاجه ارخص وانضف ولا ده مجرد تسويق؟ طب يا سيدي لو قلنا ان خلاص الكهرباء هي المستقبل، هل ده معناه ان البنزين لازم يختفي؟ مش ممكن يكون في حلول وسط؟ زي مثلا لما قلت لك من شويه الوقود الصناعي اللي اتكلمنا عليه. ليه العالم كله بيدفع ناحيه الكهرباء بس؟ الحقيقه ان الشركات بدات تلعب لعب كبير. جايز الكهرباء مش الحل الوحيد، بس هو الحل اللي هيخليهم يتحكموا اكتر في السوق. بمعنى اخر ان العربيات البنزين تقدر تعيش سنين، لكن العربيات الكهرباء معتمده على البطاريات اللي ليها عمر معين، وده معناه ان المستهلك هيكون مجبر ان هو يغير عربيته اسرع. فالموضوع تحسه تجاري اكتر ما هو بيئي شويه. فدي بقى الحته اللي انا بكلمك فيها يا معلم. العربيات الكهرباء بتغير حاجات كتير في عالم العربيات، لكن اكتر ناس ممكن تحس بالوجع هم بتوع التعديل زي ما قلت لك من شويه، عشاق الجنوط العريضه، التربوهات، الاكزوست اللي بينفخ نار. كل الناس دي هتعمل ايه بقى مع الكهرباء؟ تعال نتكلم بصراحه. زمان لو عاوز تزود شويه هورس باور في عربيتك كده وتخليها اقوى، كنت بتروح للميكانيكي او الورشه او ايا يكن، تفك التيربو، تركب انتيك، تظبط الاي سي يو، او حتى تركب اجزاء جديده للانجن بحيث انها تزود القوه بتاعته شويه. كان الموضوع ممتع بحيث انك بتعمل حاجه بايدك فعلا، وان العربيه بتتغير وانت بتحس بالفرق ده بنفسك. لكن مع الكهرباء مفيش خالص الكلام ده. الموضوع كله عباره عن كود برمجي. تعديلات هتبقى انك تدفع فلوس للشركه عشان تفتح لك قوه زياده بالسوفت وير. مش محتاج زي زمان انك تسقط سيستم او حتى تغير اي حاجه في الجزء الميكانيكال بتاع العربيه. التعديلات كلها بقت عباره عن ازرار جوه العربيه او ابديت الشركه بتبعته لك وانت بتسطبه على العربيه كانك راكب كمبيوتر بالظبط. الفكره نفسها بقى صعبه قوي. يعني فكره انك راكب عربيه ما فيهاش انجن، مفيش RPM بيعلى معاك كل ما تدوس بنزين. الموضوع كله اول ما بتدوس على دوس البنزين بتجيب اخر توب سبيد بتاع العربيه وخلاص. الموضوع كله بقى سرعه. خلينا واقعيين، احنا دخلنا في عصر جديد. التعديلات اللي كنا بنعرفها زمان تقريبا شبه انتهت، والمتعه اللي كنا بنحسها واحنا بنفتح الكبوت ونشتغل بايدينا
بايدينا كده. الموضوع ده كله بقى في الماضي. دلوقتي كل حاجه بقت ديجيتال، كل حاجه بقت محكومه حرفيا بالسوفت وير. وفي النهايه احنا مش بنقول ان عربيات الكهرباء وحشه، بالعكس دي تكنولوجيا جامده جدا وسريعه. بس السؤال هنا، ليه كل حاجه لازم تتغير غصب؟ ليه لازم المتعه تروح؟ هو احنا قدام مستقبل احسن ولا مجرد سوق جديد الشركات بتتحكم فيه؟ القرار في الاخر مش في ايدينا، بس على الاقل لازم نفكر ونسال نفسنا، مفيش بنزين يعني انتهت المتعه. قولي رايكم في الكومنتس، انتوا مع العربيات الكهرباء ولا شايفين البنزين ما يتعوضش؟